99 صفة يحبها الرجل في زوجته. هذه صفات يريدها الرجل، بل ويرغبها ويطمح أن تكون في زوجته، تعمل بها وتتصف بها. 1. طاعة الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم في السر والعلن. 2. أن تحفظه في نفسها وعرضها وماله في حالة غيابه. 3. أن تسره إذا نظر إليها، وذلك بجمالها الجسماني والروحي والعقلي، فكلما كانت المرأة أنيقة جميلة في مظهرها كلما ازدادت جاذبيتها لزوجها وزاد تعلقه بها. 4. أن لا تخرج من البيت إلا بإذنه. 5. الرجل يحب أن يرى زوجته مبتسمة دائما. 6. أن تكون المرأة شاكرة لربها على نعمة الزواج ونعمة الزوج الذي أعانها على إحصان نفسها ورزقت بسببه الولد وصارت أمًا. 7. أن تختار الوقت والطريقة المناسبة عند طلبها أمرًا تريده، وهذا بأسلوب حسن وكلمات مناسبة لها وقع في النفس. 8. أن تكون ذات خلق حسن. 9. أن لا تخرج من المنزل متبرجة. 10. أن لا ترفع صوتها على زوجها إذا جادلته. 11. أن تكون صابرة على فقر زوجها إن كان فقيرا، شاكرة لغناء زوجها إن كان غنيا. 12. أن تحث الزوج على صلة والديه وأصدقائه وأرحامه. 13. أن تحب الخير وتسعى جاهدة إلى نشره. 14. أن تتحلى بالصدق وأن تبتعد عن الكذب. 15. أن تربي أبنائها على محبة الله ورسوله وعلى احترام والدهم وطاعته، وأن لا تساعدهم على أمر يكرهه الزوج، وعلى الاستمرار في الأخطاء. 16. أن تبتعد عن الغضب والانفعال. 17. أن لا تسخر أو تستهزئ من الآخرين. 18. أن تكون متواضعة بعيدة عن التكبر والتفاخر. 19. أن تغض بصرها إذا خرجت من المنزل. 20. أن تكون زاهدة في الدنيا مقبلة على الآخرة ترجو لقاء الله. 21. أن تكون متوكلة على الله في السر والعلن غير ساخطة ولا يائسة. 22. أن تحافظ على ما فرضه الله عليها من العبادات. 23. أن تعترف بأن زوجها هو سيدها، قال الله تعالى: وألفي سيدها لدى الباب. 24. أن تعلم بأن حق الزوج عليها عظيم. 25. أن لا تتردد في الاعتراف بالخطأ وتوضح الأسباب التي دعت إلى ذلك. 26. أن تكون دائما ذاكرة لله. 27. أن لا تمانع أن يجامعها زوجها بالطريقة التي يرغب والكيفية التي يريد ما عدا في الدبر. 28. أن تكون مطالبها في حدود طاقة زوجها فلا تثقل عليه، وأن ترضى بالقليل. 29. أن لا تكون مغرورة بشبابها وجمالها وعلمها وعملها، فكل ذلك زائل. 30. أن تكون من المتطهرات نظيفة في بدنها وملابسها ومظهرها وأناقتها. 31. أن تطيعه إذا أمرها بأمر ليس فيه معصية لله ولا لرسوله الكريم. 32. إذا أعطته شيء لا تمنه عليه. 33. أن لا تصوم صوم التطوع إلا بإذنه. 34. أن لا تسمح لأحد بالدخول إلى المنزل في حالة غيابه إذا كان من غير محارمها، لأن ذلك موطن شبهة. 35. أن لا تصف غيرها لزوجها لأن ذلك خطر عظيم على كيان الأسرة. 36. أن تتصف بالحياء. 37. أن لا تمانع إذا دعاها لفراشه. 38. أن لا تسأل زوجها الطلاق فإن ذلك محرم عليها. 39. أن تقدم مطالب زوجها وأوامره على غيره. 40. أن لا تضع ثيابها في غير بيت زوجها. 41. أن تبتعد عن التشبه بالرجال. 42. أن تذكر زوجها بدعاء الجماع إذا نسى. 43. أن لا تنشر أسرار الزوجية في الاستمتاع الجنسي ولا تصف ذلك لبنات جنسها. 44. أن لا تؤذي زوجها. 45. يرغب الرجل في زوجته أن تلاعبه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه: هل جارية تلاعبها وتلاعبك؟ 46. إذا فرغا من الجماع يغتسلا معا، لأن ذلك يزيد من أواصر الحب بينهما. قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة.
47 أن لا تنفق من ماله إلا بإذنه. 48 إذا كرهت خلقا في زوجها فعليها بالصبر، فقد تجد فيه خلق آخر أحسن وأجمل، وقد لا تجده عند غيره إذا طلقها. 49 أن تحفظ عورتها إلا من زوجها. 50 أن تعرف ما يريد ويشتهيه زوجها من الطعام وما هي أكلته المفضلة. 51 أن تكون ذات دين قائمة بأمر الله، حافظة لحقوق زوجها، معينة له على طاعة الله، إن نسي ذكرته، وإن تثاقل نشطته، وإن غضب أرضته. 52 أن تشعر الرجل بأنه مهم لديها، وأنها في حاجة إليه، وأن مكانته عندها توازي الماء والطعام، فمتى شعر الرجل بأن زوجته محتاجة إليه زاد قربا منها. 53 أن تبتعد عن تذكير الزوج بأخطائه وهفواته، بل تسعى دائما إلى استرجاع الذكريات الجميلة. 54 أن تظهر حبها ومدى احترامها وتقديرها لأهل زوجها، وتشعره بذلك. 55 أن تسعى إلى تلمس ما يحبه زوجها من ملبس ومأكل وسلوك. 56 أن تودعه إذا خرج بالعبارات المحببة إلى نفسه، وتوصله إلى باب الدار، وهذا يبين مدى اهتمامها بزوجها. 57 إذا عاد من خارج المنزل تستقبله بالترحاب والبشاشة والطاعة، وأن تحاول تخفيف متاعب العمل عنه. 58 أن تظهر حبها لزوجها سواء في سلوكها أو قولها، وبأي طريقة مناسبة تراها. 59 أن تؤثر زوجها على أقرب الناس إليها. 60 إذا أراد الكلام تسكت، وتعطيه الفرصة للكلام، وأن تصغي إليه، وهذا يشعر الرجل بأن زوجته مهتمة به. 61 أن تبتعد عن تكرار الخطأ، لأنها إذا كررت الخطأ سوف يقل احترامها عند زوجها. 62 أن لا تمدح رجلا أجنبيا أمام زوجها، لأن ذلك يثير غيرة الرجل، ويولد العديد من المشاكل الأسرية. 63 أن تحتفظ بسره ولا تفشيه، وهذا من باب الأمانة. 64 أن لا تنشغل بشيء تافه في حالة وجود زوجها معها، بل تشعر الزوج بأنها معه قلبا وقالبا. 65 أن تكون قليلة الكلام، وأن لا تكون ثرثارة. 66 أن تستغل وقتها بما ينفعها في الدنيا والآخرة، وأن تبتعد عن تضييع وقتها بالقيل والقال والثرثرة والنميمة والغيبة. 67 أن لا تتباهى بما ليس عندها. 68 أن تكون ملازمة لقراءة القرآن الكريم، كأن يكون لها ورد يومي. 69 أن تجتنب الزينة والطيب إذا خرجت خارج المنزل. 70 أن تكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، تدعو زوجها أولا، ثم أسرتها، ثم مجتمعها المحيط بها من جاراتها وصديقاتها وأقاربها. 71 أن تحترم الزوج رأي زوجها، وهذا من باب اللياقة والاحترام. 72 أن تهتم بهندام زوجها ومظهره الخارجي إذا خرج لمقابلة أصدقائه، لأنهم ينظرون إلى ملابسه، فإذا رأوها نظيفة ردوا ذلك لزوجته واعتبروها مصدر نظافته، والعكس. 73 أن تعطي زوجها جميع حقوق القوامة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليها، بنفس راضية وهمة واضحة بدون كسل أو مماطلة. 74 أن تبتعد عن البدع والسحر والسحرة والمشعوذين، لأن ذلك يخرج من الملة، وهو طريق للضياع والهلاك في الدنيا والآخرة. 75 أن تقدم كل شيء في البيت بيدها وتحت رعايتها، لأن اتكال المرأة على الخادمة يدمر الحياة الزوجية ويقضي عليها. 76 أن تجتنب الموضة التي تخرج المرأة عن حشمتها وأدابها الإسلامية الحميدة. 77 أن تراضي زوجها إذا غضب عليها بأسرع وقت ممكن حتى لا تتسع المشاكل. 78 أن تجيد التعامل مع زوجها أولا ومع الناس الآخرين ثانيا. 79 أن تكون الزوجة قدوة حسنة عند زميلاتها وصديقاتها في هندامها وكلامها ورزانتها وأدبها وأخلاقها. 80 أن تلتزم بالحجاب الإسلامي الشرعي.
81. أن تكون بسيطة، غير متكلفة، في لبسها ومظهرها وزينتها. 82. أن لا تسمح للآخرين بالتدخل في حياتها الزوجية، وإذا حدثت مشاكل، تسعى إلى حلها بدون تدخل الأهل، أو الأقارب أو الأصدقاء. 83. إذا سافر زوجها لأي سبب من الأسباب، تدعو له بالخير والسلامة، وإذا قام بالاتصال، لا تنكد عليه، إنما المطلوب منها أن تسرع في بث السرور على مسامعه. 84. أن تستشير زوجها في أمورها الخاصة والعامة، وذلك باستشارتها له في أمورها التجارية، إذا كانت صاحبة مال خاص بها، لأن ذلك يزيد من احترام زوجها لها. 85. أن تراعي شعور زوجها، وأن تبتعد عما يؤذيه، من قول أو فعل أو خلق سيء. 86. أن تحبب لزوجها وتظهر صدق مودتها له، والحياة الزوجية التي بدون كلمات طيبة جميلة وعبارات دافئة تعتبر حياة قد فارقتها السعادة الزوجية. 87. أن تشارك زوجها في التفكير في صلاح الحياة الزوجية وبذل الحلول لعمران البيت. 88. أن لا تتزين بزينة فاتنة تظهر محاسن جسمها لغير زوجها من الرجال، حتى لوالدها وإخوانها. 89. إذا قدم لها هدية، تشكره، وتظهر حبها وفرحها لهذه الهدية، حتى وإن كانت ليست بالهدية الثمينة، أو المناسبة لميولها ورغبتها، لأن ذلك الفرح يثبت محبتها لدى الزوج. 90. أن تكون ذات جمال حسي، وهو كمال الخلقة، وذات جمال معنوي، وهو كمال الدين والخلق، فكلما كانت المرأة أدين وأكمل خلقا، كلما كانت أحب إلى النفس. 91. أن تجتهد في معرفة نفسية زوجها ومزاجيته، متى يفرح ومتى يحزن، لأن ذلك يجنبها الكثير والكثير من المشاكل الزوجية. 92. أن تقدم النصح والإرشاد لزوجها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتنا، فقد كان يأخذ برأي زوجاته في مواقف عديدة. 93. أن تتودد لزوجها، ولا تتأخر عن شيء يجب أن تتقدم فيه، ولا تتقدم في شيء يجب أن تتأخر فيه. 94. أن تعرف عيوبها، وأن تحاول إصلاحها، وأن تقبل من الزوج إيضاح عيوبها. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: رحم الله امرئ أهدأ إلي عيوبي، وفي ذلك صلاح للأسرة. 95. أن تبادل زوجها الاحترام والتقدير بكل معانيه. 96. أن تكون شخصيتها متميزة، بعيدة عن تقليد الآخرين، سواء في لبسها أو قولها. 97. أن تكون واقعية في كل أمورها. 98. أن تخرج مع زوجها للنزهة في حدود الضابط الشرعي، وأن تحاول إدخال الفرح والسرور على أسرتها. 99. الكلمة الحلوة هي مفتاح القلب، والزوج يزيد حبا لزوجته كلما قالت له كلمة حلوة ذات معنى ومغزى عاطفي، خاصة عندما يعلم الزوج بأن هذه الكلمة الجميلة منبعثة بصدق من قلب محب. فرق بين من يكتب الحروف ليتابعه الألوف، وبين من يكتب الحروف لينشر المعروف، فالأول أسير لمراد الناس، والثاني أمير وإن لم يعرفه الناس.